السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. اتأخرنا عليكم جدا ومنزلناش فيديوهات من أول رمضان، بس هنبدأ مع بعض تاني وهننزل فيديوهات مع بعض، فيديوهات حلوة جدا. كلها اقتصادية وكلها هتنفعك في رمضان. طبعا في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. هنعمل حاجات حلوة جدا في البيت وبأسعار مناسبة جدا. ليه بقى نشتري التورتة الحلوة دي، تورتة الكنافة دي نشتريها من بره ب 300 و 400 جنيه، مع ان ممكن انت تعملي اتنين وتلاتة في البيت ما يكملوش حق واحدة بس. اقتصادية جدا وسهلة جدا، هنعملها مع بعض من الألف للياء، مش هنشتري أي حاجة من بره خالص، حتى الصوصات هنعملها مع بعض. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا هنعمل ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، زي ما انتوا عارفين ومتعودين، نضغط لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بعد كده. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل تورتة الكنافة الفور سيزون دي ازاي. شعر، او زي ما بتسموها في المكان بتاعكم. بحطها في الفريزر، لازم تكون معايا في الفريزر يوم كامل او يومين. عشان اول ما تطلع معايا اقدر افركها كده زي ما انتوا شايفين. مستعجله عليها قوي بتجيبيها وبتفرشيها على صينيه كبيره او طبق كبير، وبتحطيها قدام المروحه او بتحطيها في الهواء عندك تنشف، وبعد كده تفرفتيها جامد بايديكي زي ما انا عملت كده. هنا عندي دول من معلقتين ل3 معالق كبار سكر بودره، وكيس فانيليا بحطهم على الكنافه بتاعتي وبقلبهم كويس فيها. السكر ده بيخلي الكنافه تاخد لون ذهبي ولون جميل جدا، بيخليها زي بتاعه بره بالظبط. دي كوبايه زبده عندي او سمنه بلدي او سمنه خليط اللي انت بتستخدميه، المهم تكون كوبايه على النص كيلو. بحطها هنا وبقلبها كويس. بفضل بقى افرك بايدي فيها كده لحد ما الكنافه كلها تشرب معايا الزبده اللي انا حطيتها. لازم الكنافه كلها تتغلف بالزبده دي عشان كلها تاخد نفس اللون، وما تكونش واحده لونها ذهبي وواحده لونها متغير. ما بصوا معايا بعد ما خليت الكنافه كلها تشرب الزبده كده، بيكون عندي هنا صينيه. المقاس طبعا اللي انت هتعمليه. بكون دهناها كده بشويه زبده حلوين. واحط نص كمية الكنافة. اعمل ديسك، هو طبعا بيسموه بره ديسك كنافة، لان انا مش هحشي ولا هعمل حاجة، انا هعمل بس كده طبقة الكنافة دي. وتقدري على فكرة تحمريها على البوتاجاز، تبقى سهلة جدا، مش محتاجة بقى ان انت تدخلي فرن ولا غيره. آه، اهم حاجة بقى معايا هنا، بعد ما بحط الكنافة بتاعتي بضغط جامد، يعني انا كده هسويها بايدي، وبعد كده بضغطها جامد جدا عشان تبقى متماسكة معايا ما تتفرفتش لما اجي اطلعها من الصينية. ولو عندك صينيه نفس المقاس بتضغطي بالصينيه دي، بتبقى ايه مضغوطه معاكي كويس. بعد كده بدخلها الفرن لحد ما تتحمر معايا على الرف الوسطاني، على درجه حراره 200 او 190 على حسب درجه حراره الفرن بتاعك. وبسيبها بقى ايه تتحمر. معايا بقى على ما الكنافه بتاعتي تتحمر وتستوي كده معانا، نعمل مع بعض الصوصات اللي احنا هنزين بيها كنافه الفور سيزون بتاعتنا. انا طبعا نسيت اقول لكم الاسم في الاول. الكنافه دي يا جماعه اسمها كنافه او تورته كنافه فور سيزون، لان هي بتبقى 4 اجزاء. انا هنا معايا دي كوبايه كبيره من الفراوله. انا ضربتها في الخلاط من غير ميه، يعني حاجه بسيطه جدا الميه اللي انا حطيتها، اللي هو يحرك معايا الفراولة بس. وبعد كده حطيتها في البولة بتاعتي او في الطاسة اللي انا هعمل فيها على النار. وحطيت نص كوباية من السكر، السكر العادي بتاعنا. ودي معايا نص كوباية من المية، عليها معلقة كبيرة من النشا. يعني بصوا المعلقة ما تكونش مليانة قوي، هي معلقة من بتاعة الاكل بس مش مليانة قوي، لان الفراولة بتلم معايا بسرعة فمش محتاجة نشا كتير. اقلب بقى الخليط ده واحطه على البوتاجاز يغلي معايا. اول ما يدخل معايا بقى في الغليان، بصوا كده النشا بتخلي الفراولة لونها يبقى فاتح معايا، مش اللون الاحمر الاول. فاحنا هنحط لها معانا اللون، الالوان الغذائيه الصحيه اللي انا بستخدمها اللي هي الجل دي. لو عندك البودر ومتاكده ان هي لونها كويس، مفيش مشكله، حطي منها. نستخدم بقى الالوان مع بعض، هوريها لكم دلوقتي. بصوا ده اللون اللي هو الاحمر. الالوان دي صحيه جدا، مفيش منها اي ضرر خالص. برجها كويس وبحط على حسب درجه اللون اللي انا عايزاه. انا حطيت كده كام نقطه كده منها وبقلب لحد ما اللون يكون كويس معايا، وانا حاسه ان هو كده لونه حلو. خلاص، ما فيهاش مقادير، دي بتحطي لحد ما انتي حابه اللون يكون معاكي لونه احمر. فانا حاسه ان هو لسه محتاج كده درجه كمان غامقه شويه، فهحط له كمان نقطتين 3 من اللون.
واسيبه بقى ايه يغلي معايا غلوتين لحد ما النشا تبتدي تلم معايا كده في الصوص. وبعد كده بطفي عليه النار وبنصفيه. انا ما حبيتش اصفيه وهو لسه عاملاه، يعني هو سخن كده بيتصفى معايا بسهولة اكتر. لو حسيتي ان الصوص تقيل معاكي تقدري تخفيه بشوية مية، لو النشا طلعت معاكي كتير. دلوقتي هنصفي الصوص بتاعنا بمصفى ضيقة. يعني لو انت حابة تصفيه قبل ما تشتغلي مفيش مشكلة خالص، يعني ده شغال وده شغال عادي. اصفيه بقى كده بمصفى ضيقه زي ما انتم شايفين، عشان لو في اي تكتلات من النشا او حاجه في الفراوله ما انضربتش معايا كويس ما تبقاش عامله معايا اي شوائب في الصوص بتاعي، ويكون صوص بيلمع كده وناعم معايا، ما يكونش فيه اي حاجه. اصفي بقى انا الكميه بتاعتي دي كلها، وبعد كده ارجع لكم تاني ونشوف هنعمل مع بعض الصوص التاني بتاعنا، صوص المانجا. بس طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه. تعالوا معايا بقى نشوف هنعمل مع بعض صوص المانجا بمانجا طبيعي. ده معايا هنا دي كوبايه كبيره من المانجا. مانجا انا مخزناها عندي. لو انت مفيش عندك مانجا بتقدري تشتري مانجا عاديه من السوبر ماركت، بتبقى برضو مانجا مجمده فريش برضو، مش اللي هي الحاجات البودر وكده. بتشتريها وبتعملي نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي. يعني انا هحط هنا كوبايه كبيره من المانجا عليها نص كوبايه سكر، والسكر بيكون على حسب المانجا بتاعتك مسكره ولا مش مسكره، لان المانجا بيبقى سكرها عالي، فانتي على حسب بقى الاذواق. انا هنا حطيت نص كوبايه من السكر، وبرده هنحط معلقه نشا على شويه من الميه كده، نص كوبايه ميه، ونقلب كل ده مع بعض ونروح بيهم على النار زي ما عملنا في صوص الفراوله بالظبط. طبعا لو انتي مفيش عندك مانجا، او لو انتي مش متاح ان انتي تشتري اكياس المانجا اللي بتشتريها من السوبر ماركت اللي هي المجمده دي، تقدري تعمليها بجيل المانجا، شغال معاكي عادي مفيش اي مشكله خالص. بنشتغل بيه وبيطلع معاكي نتيجه كويسه جدا. كده معايا المانجا بتاعتي اهو. حطيناها على النار لحد برضو زي ما عملنا في صوص الفراوله بالظبط، لحد ما تبتدي النشا تلم معايا في صوص المانجا. والمانجا بتاعتي انا ضربها كويس في الخلاط، فهي مش هتحتاج ان انا اصفيها زي الفراوله. لو حابه تصفيها عشان لو في اي تكتلات من النشا مفيش مشكله، بس انا ايدي فيها على طول فهي ما فيهاش اي حاجه. بصوا الصوص ابتدى معايا يلم خالص. وطبعا لو المانجا لونها مش اصفر اللون اللي هو انت حباه، تقدري برضو تعملي زي ما عملنا مع الفراوله، تديها لون اصفر من الالوان الجل دي. كده معايا بصوا بقى صوص الفراوله اهو، بعد ما انا صفيته وبرد معايا شويه بديله كيس فانيليا وهو لسه سخن، يعني هو ما بردش قوي، هو لسه دافي. والاحسن ان هو تديها الفانيليا وهي سخنه، عشان تبقى ايه في الاخر كده ما تكونش على النار، والفانيليا تفضل محتفظه بالريحه بتاعتها. وهعمل برضو كده مع المانجا، والمانجا لسه نازله من على النار سخنه، بحط فيها كيس فانيليا، يعني حاجه كده ايه تدينا ريحه للصوص بتاعنا. هيبقى صوص معاكي طبيعي، طعمه مانجا طبيعي وفراوله طبيعي، والفانيليا بتديله نكهه كويسه جدا. نقلب بقى الفانيليا دي مع بعض، ونخلي الصوصات بتاعتنا دي تبرد على جنب لحد ما نعمل مع بعض صوص الكراميل. لان الحاجات دي على فكره الحاجات دي كلها مش مكلفه خالص. كده معانا هنا الصوص الكراميل بتاعي. طبعا انا الكاميرا فصلت مني. احنا هنا ما بنعملش اي حاجه خالص غير ان احنا بنجيب نص كوبايه من السكر العادي بتاعنا، بنحطه على النار لحد ما يبتدي يدوب معايا ويوصل معايا للكراميل كده. وبعد كده انا طبعا ما بقلبوش ولا اي حاجه، لما بيوصل معايا لمرحله ان بحس ان هو داب من تحت كده وبقى كراميل، ببتدي احرك فيه كده لحد ما يوصل معايا ان هو كله يسيح خالص، ويبقى معايا بالشكل اللي انتوا كنتوا شايفينه في الاول ده. بعد كده بديله معلقه كبيره من الزبده، ولو عندك كريمه لباني بندي شويه من الكريمه اللباني. ما فيش كريمه لباني عادي ممكن تدي بقى زي ما انا عملت كده. انا هديله شويه، احط معلقه من النشا في شويه لبن وادوبهم فيه، وبعد كده هنصفيه. مش عايزه تشتغلي باللبن تقدري تشتغلي بالميه، تدوبي نشا في الميه وتشتغلي بيه عادي جدا، شغال معاكي مفيش اي حاجه بتقول لا. بالميه شغال وبيعيش اكتر. باللبن شغال بس بيبقى طعمه غني اكتر وبيبقى حلو، بس تشتغلي بيه على طول، يعني مش اللي هو يقعد معاكي فتره في التلاجة، يعني يقعد معاكي يومين 3 بالكتير.
ده كده بيكون شكل الكراميل بتاعنا بعد ما عملناه. بنصفيه بقى كويس عشان يطلع ناعم معايا. ولو حسيتي برضو ان الكراميل تقيل معاكي بتخفي بشويه لبن او بميه ايا كان اللي انت هتستخدميه. بصوا لونه تحفه ازاي، وشكله تحفه، وطعمه كان خطير. طبعا انا مش هوصيكوا تاني مش هتنسوش اللايك. كده معانا الكنافه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. انا هنا كنافه سخنه نار لسه مطلعاها من الفرن، بنزل عليها بالشربات تقيل بارد. بصوا بقى اسمعوا الصوت، انا عايزاكم تسمعوا صوت الطشه دي كده. الكنافه لازم تكون كده، لازم تكون سخنه واديها شربات بارد. يعني بصوا الشربات تقيل ازاي. الشربات ده عباره عن كوبايتين ونص من السكر، وعليهم كوبايه ونص من الميه، وعصره صغيره من الليمونه، من عصره صغيره ليمون يعني. وبعد كده لما الشربات بتاعي بيغلي والسكر بيدوب وكل حاجه بتغلي حوالي 5 دقايق، بدي الفانيليا في الاخر وبطفي النار عليها. دلوقتي انا هسيبها تتشرب شويه الشربات دول، ولما تبرد معايا احطها زي ما انتم شايفين كده على الفورمه بتاعتنا اللي هنشتغل بيها، او طبق او صينيه زي ما انت هتحبي. دي معايا هنا ده كريم شانتيه عادي اللي بنزين بيه التورته. تقدري تحطي على الكريم شانتيه ده كريم باتري. تقدري تحطي عليه كريم كراميل اللي هو البودر، بيدي طعم حلو جدا. كريم شانتيه عادي زي ما انا شغاله كده. المهم هتوصلي لنتيجه كويسه في الاخر برضه. هدي طبقه كويسه كده محترمه من الكريمه. احنا بقى هنا عندنا حاجتين، ان احنا نقدر نعمل ديسك الكنافه وفوقه طبق الكريمه زي ما انا بعمل كده، ونحط كمان ديسك من الكنافه وطبق الكريمه عشان تبقى عاليه معايا زي التورته. او تقدري تعملي زي ما انا هعمل، يعني هو ديسك واحد وطبق كنافه عشان ما تبقاش تقيله واحنا بناكلها. انا عملت كده يعني طبقه واحده من الكنافه وطبقه واحده من الكريمه. طبعا انا اللي معايا ده عندي دول شويه كنافه اتبقوا مني. حمرتهم كده على البوتاجاز عشان ادي بيهم شكل من فوق كده. واعمل بيهم الفور سيزون بتاعتي، واقسم بيهم التورتايه ل4 اقسام زي ما انتم شايفين كده. معايا الصوصات بتاعتنا بعد ما بردت حطيتها كده في الاكياس العاديه، وهنبتدي نزين بقى كل نص كده من التورته بصوص معين من اللي احنا عملناه. كده معايا صوص الفراوله، وبعد كده نحط مع بعض صوص المانجا. طبعا احنا هنساوي الشكل بعد كده دلوقتي بالمعلقه. شكلها حلو جدا جدا جدا، وكل اللي دقها عجبته. وشكلها شيك جدا. لو انتي رايحه اي عزومه بدل ما تشتريها من بره تقدري تعمليها، مش مكلفه خالص. هي بره بتتباع باسعار يعني حاجات كده وهميه خرافه. انا معايا بقى ده انا حطيت فيه شوكولاته مبشوره، شوكولاته خام مبشوره. تقدري تعملي صوص شوكولاته اي صوص انت تحبيه بقى، يعني انا الصراحه اكتفيت بكده. كده ده بيكون شكلها النهائي معايا، شكلها حلو جدا. انا بصوا هنا عملت 2 بنفس الصوصات وكل حاجه، بس في واحده زينتها بالكريمه من فوق وواحده بالكنافه زي ما انتم شايفين. شكلهم حلو جدا وطعمهم كان حلو جدا. اتمنى ان شاء الله ان انتم تجربوهم والطريقه تكون عجبتكم، وتقولوا لي طبعا رايكم في الكومنتات. طبعا ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بعد كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.